مفاجأة، بابي يسعد جماهير الملكي بهذا الخبر الصادم. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستار سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، هل أنت مع قدوم كيليان مبابي إلى ريال مدريد؟ شاركونا بالتعليقات. أثار الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان شكوك مجددا حول استمراره مع نادي الباريسي في الموسم المقبل، وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف عام 2024 مع إمكانية التمديد لموسم آخر. ووفقا لصحيفة ذا أتلتيك البريطانية، فإن ممثلين مبابي اتصلوا بفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، وأشارت أن مبابي أبلغ المقربين منه بأنه لا يزال يفكر في ارتداء قميص ريال مدريد في المستقبل. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سان جيرمان يشعر بالقلق حول مستقبل مبابي بسبب فتح الخطوط للتواصل مع بيريز. يذكر أن مبابي كان على تواصل أيضا مع بيريز في الموسم الماضي تحسبا للانتقال إلى ريال مدريد، قبل أن يقرر اللاعب الفرنسي في النهاية التجديد في حديقة الأمراء. لذلك يبدو أن هناك المزيد من الحلقات بمسلسل انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد بعدما أعطى اللاعب كلمته للنادي الإسباني. مبابي كان على وشك الانتقال لريال مدريد بالمجان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يقوم اللاعب بتغيير رأيه في اللحظات الأخيرة ليوقع على عقد جديد حتى يونيو 2025. صحيفة آسيا الإسبانية أكدت أن اللاعب أخبر ريال مدريد أنه يريد اللعب للنادي في عام 2024 لم ينجح في تحرير نفسه من باريس خلال الميركاتو الصيفي القادم، حيث قد يصل الأمر إلى التقدم بطلب انتقال مكتوب. وأشارت إلى أن اللاعب يظل مصمما على تحقيق حلمه باللعب لريال مدريد والفوز بدوري أبطال أوروبا في الوقت الذي يستمر فيه باريس في الفشل بالبطولة، مما تسبب في يأس النجم الفرنسي. وباستثناء حدوث أي مفاجأة، سيتعين على مبابي انتظاره حتى عام 2024 من أجل الانتقال للريال، لأن عقده الحالي مع باريس يتيح له الرحيل في هذا التوقيت لو أراد ذلك. وما بالنسبة للريال، فمن غير المتوقع اتخاذ أي خطوة تجاه اللاعب في الوقت الحالي لتجنب حدوث حالة الإحراج التي عاشها النادي خلال الصيف الماضي. لذلك وضع بيريز الكرة في ملعب مبابي ليمهد طريقه بنفسه نحو سانتياغو برنابيو. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.